أمضي إلى نجل الأمين، وطني هنا وطني هنا. أنا يبت يكن اليقين، نزلي هناك نزلي هنا. أضحى طه المصطفى في مشهد فوق السمك، يا صيد اللطف الرضا فردوس قلبي أن أرى. الليل باك في سكون، والعين تسأل عن حبيب فيجيبها الدمع الحزين، هو ذاك في طوس غريب. قد حرت في سحر الدجى، ما سره هذا السقى، فسمعت قلبي شاديا نشوان أدنفه الهيا. خذني بفلكك سيدي، فالموج من حولي لطيف، أنت المفازة والنجاة، أنت الصراط المستقيم. ماذا فعلت لتستبى؟ ما كان ذنب المسجد أقوى في نفيك طيبة، يا ابن النبي محمد يا ابن النبي محمد. إن أنت إلا يقظة شماء من سر القنوت، دم في علانا صرخة، فالظلم يحيا بالسكوت، فالظلم يحيا بالسكوت. الفجر محجوب إذا ما ظل يخشى من ردى، فالحق يبقى إنما بالتضحيات وبالفداء. أرجوك لا، أرجوك لا. أحمق. توقف توقف، وأنت ماذا تفعلين هنا؟ تكلمي أيها الأبله المشؤوم، ألم أطلب أن لا يعكر مزاجي أحد؟ أجبني، لماذا لم تطع الأوامر أيها الأبله المشؤوم؟ أرجو المعذرة يا مولاي، مولاتي أرادت التحدث إليك. من الأمير ناهي في القصر أيها الحقير، أنا أم مولاتك؟ طبعا أنت يا مولاي. إذا كنت أنا لماذا لم تطعني إذن؟ هيا تكلم. المسامحة والرأفة تليق أكثر بالخليفة الشاب. أنا من طلب منه إيقاظك بني. بهذه البساطة أنا لا أتوقع ذلك منك أماه، وتعرفين أنني كنت مستيقظا طوال الليل، كنت محبطا ومرهقا ألا يحق لي الراحة. هل تودين أن أخبريني بماذا نبيتني؟ لا تتعجب، ما كنت تنتظره طوال الوقت تحقق. لقد أصبحت أنت الآن وحدك الخليفة، خليفة العالم الإسلامي كله، ومسؤولية الجميع هنا على عاتقك. إذن أبي قد أطال الله بعمرك يا ولدي. من الذي جاءك بالخبر؟ إنه مبعوثك الخاص، بكر بن المعتمد.
أنت هنا يا بكر؟ أجل يا مولاي. متى قدمت؟ قبل ساعة أيها الخليفة الأعظم. إذن عدت أخيرا إلينا. انتهى الأمر إذن. أجل. أنا لا أصدق كلامك. اطمئن يا مولاي. ائتني بدليل. الصولجان. وهذا ختم الخلافة. وهذه رسالة من فضل ابن ربيع. يا كثير أيها الصديق، خذ واقرأ لي هذه الرسالة. هل تقصدني أنا؟ من سيقرأها إذن؟ أولست صديقي ومستشاري ونديمي أيضا؟ اقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. من العبد المطيع والمخلص للبلاط فضل بن ربيع. كفى كلاما، اقترب. لقد تعلمت آداب الخلافة من أبي. لقد تعود قراءة الرسائل بهدوء وعلى انفراد، وكان يرجح دائما أن تهمس الأخبار في أذنه همسا. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد المخلص الوسط وبسم الله لم يكن أبوه عليه السلام. ويحكم أيها الزناديق، أيها الخونة. هل سمعت يا أمه؟ سمعت؟ إن أمرت بسلخ جلد هؤلاء الثلاثة هنا فليس عليك القول. إن شيوخ بني العباس يهمهم خدمتنا ويخافون على مصالحنا. إنهم خبثاء، إنهم خونة. عيسى الجالودي وأبو يونس وابن أبي عمران خونة قاتلكم الله. أقدموا بكل وقاحة على خداع جمع من قادتنا وجنودنا والتحقوا بركب المأمون، وبسبب هذا العصيان يستحقون أن يموتوا، ويجب أن تراق دماءهم هنا في هذه القاعة. أمه، إنه أول فرمان مني كأمير للبلاد. تالله لأصرن على تنفيذه، ولن يقر لقرار ما لم أبلغ مرادي. صديقي، رغم أنك حرمتني هذه الليلة من لذة النوم، لكن هذه اليقظة أكثر من نوم 1000 عام بالنسبة إلي.
ومن هنا فأنا مدين لك كثيرا أيها الصديق. أريدك من الآن وصاعدا مستشارا لي في أمر الخلافة، وكلما استفقت صباحا ورأيتك أمامي أحسست بشيء من الفرح والسعادة. إنها الليلة المنتظرة التي من أجلها كنت أحصي الأيام. وأنت؟ رغم أنك أتيت إلى هنا وحملت إلينا صولجان الخلافة، كنت كالديك الذي يصيح في غير وقته ودفعتني إلى ضرب محرم أسراري. أرجو أن تقبل اعتذاري. اطمئن، لن تبقى من أفضالنا من دون نصيب. سوف تحصل على أعطيات كثيرة. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ ماذا يجري؟ ماذا هناك؟ فديتك نفسي يا أمير. الناس يزحفون نحو القصر مهللين فرحين، وهم يريدون رؤية مولاي الأمير المعظم. تقصد رؤيتي أنا؟ أجل يا مولاي. ماذا يريدون؟ إنهم يريدون تهنئتك على الخلافة وتقديم البيعة لك. اسمع أصواتهم يا مولاي. كيف عرفوا بهذا الأمر؟ أنا لا أدري. إنه ذنبي يا مولاي، فالحارس لم يفتح لي البوابة فاضطررت إلى... أنا متعب الآن والنعاس قد غلبني. سأحدد لهم موعدا لاحقا. تعال معي. أتيت يا فضل. أتدري ماذا حصل؟ لقد فارق والدي الحياة. أرجوك اهدأ أيها الأمير، اهدأ. إنها نعمة سننعم بها جميعا عاجلا أم آجلا. فملك الموت لا يقبض أحدا إلى الدار الباقية إلا بإذن من الله سبحانه، ولا شك أن كل ما هو بإذن الله فيه خير وسعادة للناس أجمعين. هل يجوز أن نحزن ونغتم على أمر قرره الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين المؤمنين؟ الأفضل أن نترك النحيب والحزن على الأموات للنساء فقط، ونفكر كرجال صابرين في سبيل تحقيق رغبات وأمنيات ذلك الخليفة العظيم.
أين ابن ربيع؟ فضل بن ربيع؟ إن فضل بن ربيع وعلى الرغم من وصايا الخليفة الأعظم توجه مع عدد من الأعيان والقادة إلى بغداد ليلتحق بالأمين. ونحن أيضا قدنا جيادنا ليلا ونهارا لنلتحق بولي العهد عبد الله المأمون، وذلك لنطلعه على خيانة ابن ربيع. وبعدها انطلقنا نحو مرو على الفور لنقدم تعازينا الحارة إلى ابن الأمير ونبلغه أيضا بكل ما جرى. وفي وسط الطريق ما حصل هو أننا سمعنا أن ابن الأمير هو في طريقه إلى سمرقند، ومن هنا قمنا. لا بأس، يجب أن نؤجل الحديث إلى الغد، فابن الأمير أصابه حزن شديد لفقد والده المفاجئ. لا أظنه مستعدا لسماع شيء الآن. ثمة مسألة أثارت شديد حيرتي. ألم يكن بالإمكان نقل هذا الخبر إلى ابن الأمير بطريقة أخرى؟ أنا لا أذكر أن ابنا سمع نبأ وفاة أبيه بهذه الطريقة القاسية. لاحظتم كيف أصابه الجزع والاضطراب؟ لم يكن أمامنا من سبيل آخر، فقد كان علينا إطلاع مولانا على خيانة ابن ربيع. كان بمقدوركم أن توفدوا رسولا خاصا إلي وتخبروني بالأمر أنا أولا. نخبرك؟ ولكنك لست ابنا لهارون يا فضل، ولم يأتي في وصيته على ذكر اسمك، وما قمنا به نحن ليس سوى تكليف من جانبه. ألم يكن أبا لي؟ ألم يكن الخليفة أبا لكل المسلمين؟ أنت تعرف قصدنا جيدا يا فضل، وأنتم أيضا تعرفون قصدي جيدا. لا بأس، ثمة وقت كثير للحديث، فقد أوشكنا على الفجر. اذهبوا واستعدوا جميعا لأداء صلاة الصبح. اطلبوا من الجميع أن يرفعوا عقب صلاة الصبح أيديهم بالابتهال إلى الله طلبا للرحمة والمغفرة لروح الخليفة الفقيد. يستحسن أن تعود إلى الخيمة. انظرا إلى فضل بن سهل كيف يعانق ولي العهد المأمون ويهمس في أذنيه. قسما كدت أنفجر غيظا عندما شبه وجودنا بالرسل واتهمنا بإثارة اضطراب المأمون. قال كان يجب عليكم أن توفدوا إلي رسولا. ذلك القزم يظن أنه نائب الخليفة. الله أكبر، الله أكبر. قد حان الآن وقت الصلاة، هيا فلنذهب. انصرفوا. حسنا، ها أنت بمفردك، ويمكننا أن نتحدث بأمور لا يحتمل الآخرون سماعها أبدا. يا ابن الأمير، يا ابن الأمير، أنا أعرف أن هذه اللحظة هي من أصعب اللحظات في حياتك. هي لحظة أنا على يقين أنها لن تمحى أبدا من بالك طوال عمرك، ولهذا اسمح لي مولاي ولمرة واحدة فقط أن أتحدث إليك من دون أي تكليف أو تشريفات أو مجاملات، وأن نتناول بالحديث معا
مكنونات قلبي ومكنونات قلبك. أبي أبي، هل تعلم بما كنت أفكر؟ بماذا كنت تفكر طوال هذا الوقت خارج الخيمة؟ بماذا؟ ما هذا السؤال؟ طبعا بموت أبي. صحيح ما تقول، يجب أن يكون كذلك. لا أتذكر أن خبر موت يحيى البرمكي قد أثار اضطرابك بهذا الشكل المريع. موت يحيى البرمكي؟ يحيى البرمكي؟ أجهل ما تريد قوله. أريد أن أقول لك إن أباك الحقيقي كان يحيى وليس هارون، على أنها حقيقة لا مفر منها، ولم تذرف عيناك دمعة واحدة. وأنا واثق أن موتي سوف لن يحرك فيك ساكنا، على الرغم أنني لم أجهل مدى حبك للعبد الحقير الواقف أمامك والذي رافقك طويلا. هيا قل لي ماذا يدور في خلدك، ولا تخف وكن مطمئنا. أنا معك في السراء والضراء، وتأكد بأن حديثنا سيبقى سرا. إنني أدرك تماما أحاسيسك وعواطفك جيدا. هذا ليس هو موت هارون ما أثار اضطرابك. قل لي بماذا كنت تفكر؟ أليست مسألة خلافة الممالك الإسلامية هي التي سلبت لبك هكذا وجعلتك مشوشا بهذا الشكل؟ يا فضل، دعني أرتاح. إن اضطرابي مرده موت أبي. لا تحاول أن تخدع نفسك يا ابن الأمير، فأنا أعرف نفسيتك بشكل جيد. أنت لست بالشخص الذي يسمح بأن تهدر حقوقه على الإطلاق، وأن يؤول ما هو لك إلى غيرك هكذا بكل بساطة. هل الوقت مناسب لهذا الحديث؟ أجل، إنه الوقت المناسب تماما. ألم تكن تفكر جديا خارج الخيمة بما عليك فعله مع أخيك وكيف ستتحمل تنفيذ أوامره إليك؟ لا. ألم تكن تفكر ببني العباس وأنهم سوف لن يترددوا لحظة في دعم وحماية الأمين وأنهم يرجحونه عليك؟ ألم تفكر في ذلك؟ لا. ألم تكن السيدة زبيدة أم الأمين مع كل ما تتمتع به من مقام ووقار شاخصة أمام ناظريك؟ دعني لوحدي الآن يا فضل. ألم تكن تفكر أبدا بأمك مراجل تلك الجارية وتقارن بينها وبين زبيدة أم الأمين يا ابن الأمير؟ قسما بالله إنني سأنهي حياتك يا فضل. بلى تستطيع، أنا واثق أنك تستطيع، فرغباتك قد سخرت كل وجودك، ولا أحد يستطيع أن يردعك عن سعيك إلى تحقيقها على الإطلاق. لا حياتي ولا موت هارون ولا أهل الأمين ونسبه ولا اقتدار زبيدة ولا موالاة بني العباس. سمعت يحيى يقول ليلة قضى الهادي العباسي وتسلم هارون العرش كانت ولادتك في تلك الليلة تماما. لماذا؟ لأنه القدر، خليفة يموت وآخر يعتلي العرش بدوره وثالث يولد. أجل، لقد ولدت مع الخلافة ولا مفر لك منها. أنت بحاجة ماسة إلى ما قد خطه لك قدرك، بحاجة إلى الحكم دون أدنى ادعاء، مستلما الحكم
ولبلوغ هذا المراد لا يمكن أن توفر أي جهد مهما كان، وما لم تحقق ذلك لا يمكن أن يقر لك أي قرار. إذن لا تخدع نفسك أبدا. لكني لن أحقق ذلك، لن أحققه، لا لن أحققه، لن أشهد ذلك اليوم أبدا. بل ستشهده، كن مطمئنا، لا أحد أجدر منك لتولي هذا المقام. لا تخف، فأنت تجتمع فيك كل شروط الخليفة الكبير العظيم المقتدر، ولا شك أن الأمر لن يطول حتى تحقق كل رغباتك المرجوة. سأكون إلى جانبك على الدوام حتى تحين اللحظة الموعودة. ما زال داخل الخيمة. لقد كنت أفكر جديا أنه كان يجدر بنا ألا نركز كثيرا على وصايا الخليفة هارون، وأن نرافق فضل بن ربيع إلى مدينة بغداد. في تلك الحالة كنا حتما سنحوز على دعم الأمين لنا وثقته. كما حزنا هنا حتما على دعم من المأمون. لا يا أخي، فمشكلتنا ليست الأمين أو المأمون. مشكلتنا أننا وقعنا بين عقربين أسودين هما فضل بن ربيع وفضل بن سهل. إذا اقتربنا من أي منهما فإننا سنتعرض للدغة سامة مميتة. ماذا يجب أن نفعل؟ هربنا من لدغة ذاك العقرب، والآن لا سبيل أمامنا سوى حماية أنفسنا من لدغة هذا العقرب. متى؟ عندما كان الحاكم وجنوده يغادرون المدينة. أظنه كان في إثرها. أكان راجلا؟ لا، بل إنه كان يمتطي فرسا. بت أعاني من تصرفاتها هذه، لا أدري ما العمل معها. ما كان يجب أن أوافق. إنها تودي بنفسها إلى الهلاك. تفضل وكل معنا. السلام عليكم. وعليكم ترى ما الخطر؟ أنت لا تدري، يقال إن الحاكم فر من المدينة. هرب؟ لا وجود للجنود هنا. انظروا إليهم، ترى من هم هؤلاء القادمون؟ يا أهل المدينة، لدي ما أقول لكم. نظموا صفوفكم. أيها الناس، أنا أدعى جعفر بن إسحاق. طبعا
ثمة بينكم من يعرفني جيدا، والبعض الآخر قد سمع باسمي. قبل سنوات ذقت ذرعا بظلم رجال السلطة، فطرقت باب الصحراء وتضامنت مع سائر المظلومين في هذه البلاد. ومذ ذاك كلما وقع أحد أزلام السلطة في قبضتنا أذقناه طعم مرارة سيوفنا وبعثنا به إلى الدرك الأسفل. إلى اليوم. فصباح اليوم رأينا من كمائننا حاكم المدينة وأنصاره يفرون برفقة عدد من حراس المدينة. يا للعجب! فخرجنا من كمائننا وشهرنا سيوفنا وصرخنا ونحن نهاجمهم، فألقينا القبض على الحاكم وأعوانه وشتتنا جنوده وفرسانه. ثم جاء دور تصفية الحساب، فأردنا أن ننزل بهم جزاء مظالمهم الكبيرة والصغيرة، لكنهم طلبوا الأمان، وما إن حصلوا عليه أرادوا منكم أن تكافئونا، وهمسوا صراحة في آذاننا، فانقطع النفس في صدورنا من الفرح وغرورقت أعيننا بالدموع شوقا. فرأينا أن كتمان ذلك الخبر عن أهل المدينة ليس من المروءة، فجئنا به إلى هنا ليطلعكم على ما عنده بنفسه. ماذا تقولون؟ أترغبون في معرفة ما قاله؟ هاتوه إلي. تقدم أيها الحاكم، هيا اقترب. اسمعوا أيها الناس، هذا الرجل يحمل إليكم خبرا مهما جدا، أنصتوا إليه. هيا تكلم، قل ما همسته في أذاننا، كرره ثانية أمام الناس. ألا تراهم طواقين لسماعك؟ تكلم. البارحة حمل رسول خبرا. ارفع صوتك، لا يسمعونك. هيا ارفعه. البارحة حمل رسول خبرا مفاده أن هارون الرشيد الخليفة المعظم. ماذا قلت؟ لقد قلت هارون الرشيد. لا، ماذا قلت بعدها؟ لا شيء. حسنا، أكمل. يبدو أنني أخطأت سماعه. تكلم. البارحة حمل رسول خبرا مفاده أن هارون الرشيد قد انتقل إلى روضة ربه. أيها الناس، ألم تسمعوا ما قاله؟ لقد قال إن رسولا حمل خبرا مفاده أن هارون الرشيد قد توفي وأنه قد مضى إلى رحاب روضة رب العالمين. هذا ما قلته، أليس كذلك؟ أجل، إن هذا ما قلته. وأنا جعفر بن إسحاق أشهد هنا في هذه المدينة أن هذا الرجل لم يعرف الصدق طوال حياته باستثناء هذه المرة.
هذه المرة فقط. فلو لم يكن الخبر صحيحا، كيف تخلى عن إمارة هذه المدينة وهرب منها متخفيا مضطربا؟ مات هارون، مات هارون، مات هارون، مات هارون، مات هارون، مات هارون، مات هارون. لقد سمعتم ما قاله هذا الرجل. المشاكل سوف تبدأ ولن تنتهي. لقد مات هارون فانقسم ظهر بني العباس، وأولاد هارون لا يحتمل أحدهم وجود الآخر. الفتنة والنفاق يستشريان بينهم. يا ابن رسول الله، استل سيفك وارفع راية لا إله إلا الله وقض الناس وأقم حكومة جدك علي. علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. يا ابن إسحاق، ما تقوله صحيح، فالنفاق راح يفتك بأبناء هارون وحاشيته، وورثة عرش هارون ينتظرون الآن زوال بعضهم البعض. ولكن أيها الناس، مجرد الحديث عن قيام الثورة سيجعل الناس المخلصين حريصين على توحيد صفوفهم وكلمتهم. فليكن. أنت تحكم قلوب أمة رسول الله، وأنصارك المقربون المضحون يدعمونك عن إيمان وإخلاص. أما جنود الشيطان فإنهم يقاتلون من أجل الحصول على الغنائم فقط، ونتيجة هكذا اقتتال معروفة مسبقا. والله ما تقوله صحيح. نعم صحيح. هذا صحيح. نعم يقوله صحيح. صحيح. أصغ إليه. أجل، أدرك تماما ما تهتف به قلوبكم التي تنبض اليوم بالإيمان والإخلاص، ولكن ماذا عن إيمانكم غدا؟ غدا؟ يا ابن إسحاق، إلى متى ستظل قلوبكم المفعمة بالإيمان تخفق في هذا الرواق؟ إلى حين يستلزم ذلك. إن سياسة حكومة بني العباس تعتمد البطش. ليس مهما، فنحن لا نخاف. نحن لا نخاف. وهم مشهورون بسفك الدماء. إن أرواحنا فداء لك. نفديك بأرواحنا. نفديك بأرواحنا. نعم. كل واحد منكم ثمة من ينتظره في داره. أرواح هؤلاء عزيزة، وسيوف هذه الحكومة فتاكة. إنها طريق يجب بذل كل المهج في سبيلها، فجوهر إيمان عباد الله سبحانه وتعالى تصقله على الدوام مشقات الأيام والسنين، وهذه مشيئة الله. فالحياة ممر اختبار إلهي، ومحك بيان مدى ثباتكم وإخلاصكم. ما تواجهونه سهل من البلاءات، وبعده العزة لله. ماذا تقولون؟ هل أنصارنا مستعدون لخوض هذا الاختبار الإلهي؟ يا ابن رسول الله، في زمن الحسين بن علي لم يخرج الناس مرفوعي الرأس من ساحة الاختبار، لكن هذه المسألة لم تثن أبا عبد الله عن القيام بثورته. يا جعفر بن إسحاق، ما الذي جعلك تقارن بين عصرنا وعصر أبي عبد الله الحسين؟ أنار الله وجوهكم كما أنار وجوه أنصار أبي عبد الله الحسين بن علي، ولكن أين حبيب بن مظاهر؟ في عروق من منكم تفور دماء حبيب؟ أين زهير؟ لماذا لا أرى بريق عيني مسلم بن عوسج في نظراتكم؟ يا ابن إسحاق، أولئك يبقون على الدوام حالة فريدة في الإسلام،
لا تفكر في ثورة ما لم تكن مستعدا مثلهم لإتيان وضوء صلاة الشهادة بالدم. يا ابن رسول الله، ماذا نفعل بالحاكم؟ أخلو سبيله. والناس ماذا نقول لهم؟ سأتحدث إليهم بنفسي. أيتها الفتاة، من ذاك؟ إنه شقيق الحاكم. أنت قتلتيه؟ لنقل إنه دفع ثمن دماء الأبرياء. انظروا. أبا الصلت، أين أنت يا ابن عقيل؟ يا لها من فتاة قوية تجهل ما فعلت. قتلت شقيق الحاكم وجاءت بجسده إلى المدينة. تعال معي وانظر. لا بأس لا بأس، نراها فيما بعد. الآن أدخل، لقد سأل عنك الإمام. اليوم هنا وغدا أينما كان يرفع الظالم باسمنا راية الغوغاء ويسلب الأمان من ديار المسلمين. بلغوا الناس عني فليطردوا عنهم الغوغائيين وليحجروا على مثيري الفتن بالاسم والمكان، لأن أحقية الولاية ليست بحاجة إلى الغوغاء. من هو ذا الذي سيفه أقطع من سيف علي بن أبي طالب؟ والله إن ولي الله عليا المرتضى قد قارع الجاحدين بروحه كي لا يقارعهم بسيفه، وبذل دمه من أجل الرسالة، واستطاعت دماؤه أن توضح الطريق وليست دماء المنكرين. وفي ذلك المحراب الإلهي أثمرت دماء علي حفظا للرسالة.